أول ما نقول سبها الكل يخطر عليه الصحراء، التاريخ، الأعمار. لكن أنا اليوم بخبركم على حاجة ما كنتم تتوقعوها في سبها نهائيا. الأرض اللي احنا واقفين عليها حفظت الأرض هذه بصمة لمخلوقات عملاقة لملايين السنين. طبعا أنا عثمان أحمد خليفة، موظف تبع مكتب آثار سبع. موقع الديناصور هذا من 2004، وكان ذاك الواحد دكتور اسمه الدكتور الشاعر، وجانيته الحاج محمد مسح الأرض، كان مسكرة مسح الأرض بجرار، طلعت له جرة. الحاج محمد يسأل في الدكتور الشاعر يقول هذه جرة ديك ما ديك. لما جاء الدكتور الشاعر وشبحها خضع عينات وكلم واحد اسمه زيجرد ألماني جيولوجي، طبعا جاء هنا وشبح وخضع عينات طلعت جرة ديناصور. فجت الآثار ودارت طبعا دزوا فريق 3 مرات، يدزوا في فريق هنا وداروا تقارير على الشيء هذا. آخر تقرير داروها اللي هو في 2019، جاي فيه يوسف ضوء، دكتور محمد المشاي، الأستاذ مراد، وداروا تقاريرهم في 2019. قعد يجي حوالي 5 أيام أو 7 أيام، ولكن لحد الآن ما في شيء حماية على ما درنا. خاطبنا تكلمنا ما في عندك تو حاليا سيارات كبار يمشوا ساعات مجاري جن تعين خيل يمشوا. فلهذا ما عرفناش كيف الحل، شنو الحل بالضبط مش عرفناش. الأرض والجرة كل سنة بتتر، كما داروا لها حماية وداروا لها شباك وداروا لها حاجة، راه مش هيوصل الحل هذا. وبالنسبة للأرض هذا آخر واحد اللي هو الدكتور جيولوجيا اللي هو طبعا في العميد مسعود الرقيق، تقريبا عن طريق الدكتور محمد بوسيف. وعنده تقرير موجود، والتقارير كلها موجودة، في 4 تقارير ولا 5 تقارير موجودات. الجهة ذات العلاقة ما نعرفش شنو السبب، شنو التأخير اللي قالوه في حالي ما نعرف شنو الأسباب، ما نعرف. هل هي مثلا المساحة كبيرة، يعني جزء حوالي 2 هكتار ونص، يعني مش سهل، والجرة واضحة، ولكن الله غالب. فهذا طبعا يعتبر من ملايين السنين، يعني مش له سنة له اثنين، له من ملايين السنين. فهل تصدقوا أن على الموقع هذا كائن مرت على الديناصورات ومن عنده عليه على الديناصورات ومعلومات على التيركس بالذات؟ لأن الآثار كلها اللي موجودة هنا بنوريه لكم ترجح أنها كانت للديناصور تيركس. وشكرا وبارك الله فيكم. وما ننسى طبعا الحفاظ الكبير والجهد الكبير اللي دارته الشرطة السياحية وقسم الآثار في المحافظة على المكان هذا، وبارك الله فيهم. ونتمنى من كل أجهزة الدولة النظر في الموضوع هذا ودعم الأجهزة جهاز الشرطة السياحية وقسم الآثار للمحافظة على ممتلكات الدولة، وبارك الله فيكم.